حابوا بالطبيعه باش نحكيو عليه ونعلقوا عليه، وخرجنا منها بقطيعه اخرى ما بين فريق في رابطه محترفه اولى ومدرب. هذه المباراه مباراه القوافل، بدايه بروتري من راقي العواني، كره فادي بن شوق، الكره كانت تصدى لها ايضا الدفاع، من بعد القوافل خرج من مناطقه، وهذه كره من حازم مبارك عمل المراوغه صوب والكره نتاعو تعدى بجنب الكاش. رامي جريدي حارس القوافل عمل طرح كبير، ذكرنا برامي جريدي في ماتو قبل كان يعمل طرح كبير الحقيقه، ومازال يقدم في مردود كبير. برافو، الخبره مهمه في المواعيد هذه. الشوط الثاني البدايه كانت للقوافل، تصويبه لقات حارس مرمى انس الخرداني. بعد الحقيقه المباراه كانت في اتجاه واحد تقريبا لفائده النجم الرياضي الساحلي اللي عمل كل شيء، جرب كل شيء. النجم الساحلي يحب دائما يواصل انه في سلسله النتائج الايجابيه نتاعو. هذه كره مره اخرى نجم الرياضي الساحلي، المقاصيه كانت بجنب، تعديت بجنب الكاج، ظلوا سامع عبيد المخالفه كيف تعديت الكره الفوق. بعد بالطبيعه باش يجي لقطه الهدف لاسيست من اسامه عبيد، الفادي بن شوق يتعامل بتصرف ممتاز مع الكره، يماركي البونتو الاول في الدقيقه 56، البونتو الثاني لفادي بن شوق في الموسم. بونتو هذه اعاده بالطبيعه للفرصه، فادي بن شوق خذا الكره، برشا ثقه في النفس، يحط الكره في الكاج، يماركي بونتو الاول. بونتو التعادل معز ما بطاش برشا في الدقيقه 69، خدمه مزيانه كانت، بدات من الدفاع توصل للجويني، يعطي الكره الاميره للعمراني، هي توزيعه كانت في شكل تصويبه، تغالط الحارس انس الخرداني، حسام دقدوقي غلط حارس مرماه، ويسجل بونتو تعادل القوافل الرياضيه بقصه، ويعاد بالطبيعه العمراني تصدم الكره بالدقدوق وتغالط انس الخرداني. بعدها القوافل توفرت له فرصه اخرى، لقات الحارس النجم الساحلي كما قلنا حاول سجل الحكم او الهدف اللي كان تسجل بالطبيعه من بعد الغاه الحكم بداعي التسلل. فرص توفرت مره اخرى للقوافل وطريقه غريبه في اهدار الفرص، جرب كل شيء بمحمد كمارا، شواط، سميشي، العويني. الحقيقه شفنا طريقه نتاع اهدار فرص غريبه برشا في النجم الساحلي، وكانه ملاعبيه الاتوال دخلوا في التسرع في نهايه المباراه، الشيء اللي ما خلاهمش يسجلوا البونتو. فقط المقابله معز هي بعد القطيعه رسميا مع جمال خشيرب الاقرب لتدريب القوافل اسكندر القصري، اللي نورمالمون غدوه يشرف على اول حصه تدريبيه. يرجع القوافل بعد تجربه في الموسم اللي انطلقت من 9 فيفري عام 2024 وفات في 30 جوان. نعطيك رقم معز، 31 اقاله وقطيعه للمدربين، 5 فرق فقط حافظت على المدربين نتاعها، اللي هي الافريقي البقلاوه مستير جرجيس وشبيبه العمران. اذا نجموا معز معناها الاقالات الكل باللي تعداوا المساعدين وابن النادي وغيره، نلقاو 11 فريق داولوا على تدريبهم 38 مدرب في 13 جوله. ما زلنا في 13 جوله يا فتاح يا رزاق، واحتراز من النجم الذي الماتش وفات تعادل، لكن امكانيه فوز النجم بالمباراه وارده. شفنا خبر قاعد يدور على صفحه صحفي هشام بن جمعه منذ قليل، لكن حبينا نزيدوا نتاكدوا من بعض المصادر من اداره النجم الساحلي اللي اكدت لنا اللي ما فماش احتراز، لكن فما شكايه نورمالمون اللي تقدمت بعد المباراه اللي تصبت اليوم، ظهر لي في العشيه زاده. الشكايه هي ما تمشيش على لاعب عنده انذار ولا حاجه، لكن ظهر لي فما بينالتي خلاص ماهيش خالصه بالضبط، خطيه ماهيش خالصه من قوافل قفصه، وبالتالي موقف النجم باش يكون قوي في الوضعيه هذيا، وفما امكانيه كبيره. معنا رجل قانون معنا في البلاتو باش يعطينا اكثر معطيات. على كل امكانيه كبيره غدوه في ديوان عندكم الوقت تمشيوا اكثر تحكيوا فيه اكثر. امكانيه كبيره النجم الساحلي يفوز ب3 نقاط في المباراه هذيا، يولي محمد المكشر يعمل 6/6 في اخر 6 مباريات. في صوره اقرار الخطا، لانه صارت قبل في سابقه راهو فريق مش مخلص خطيه ماديه يتم اقرار الخطا هذا، دونك 3 نقاط يمشيوا الفريق اللي شبيبه العمراني